الناس عايزة تعرف السؤال الأهم. أيمن الشريعي هينزل انتخابات اتحاد الكرة أو هينزل يكون عضو في رابطة الأندية، ولا الكلام ده إيه؟ الناس بمعنى شاغله دماغها مين هيدخل ومين مش هيدخل. هو المشكله مش مين يدخل، هو المشكله ان احنا هنطور فعلا ولا مش هنطور. هناك قاعده فقهيه الناس برضو مش عارفاها كويس: ناقل الكفر ليس بكافر. سبك. انا طبعا لقاءاتي اصلا في الاتحاد قليله زي ما انت عارف، يعني اه، مش من الشخصيات المحبوبه يعني. مش من و الشخصيات المحبوبة. لا طبعا مش طبعا. مش محبوب ليه؟ علشان راجل بتاع اجراءات. لا انا شغلك. الصح، انا بعمل اه. صح، بس على فكره هو لا، انت تعمل الصح وهم يزعلوا منك. مم. لا انت هتتغير ولا هم يتغيروا. ان انا اقول ده كلاينت، ده توب في اي بي كلاينت. مم. الكلاينت ده يعني شريك استراتيجي معايا. مم. تتقلب لكلمه زبون. لا لغوياتي ولا ثقافتي ولا احترافيتي. حلو. فبصراحه يعني كابتن احمد شوبير بعت له الحاجات والراجل يعني بكل قوه وبوضوح وبدون مواربه مم. قال لي يا جماعه حصل كذا 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 وبعتذر حقيقة. لايمن الشريف. يا مساء الفل عليكم جميعا، وحلقة جديدة من كلام جامد مع حامد. النهاردة معانا أكتر رئيس نادي أثار الجدل خلال الفترة الأخيرة. أي مشكلة تخص القضايا المصرية هتلاقيه هو موجود. شخصيته هي ميزته اللي هي بين كوتيشن كده الصراحة. معانا النهاردة الأستاذ أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي. أهلا بيك يا أستاذ أيمن، منورنا حامد ومشرفنا. صديقي العزيز، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا حبيبي، سعيد جدا ان انا معاك. أنا بتشرف اللي أنت معانا. والديكور اللطيف، الناس اللطيفه، ومبسوط جدا ان انا معاك تعبناك النهاردة أنا عارف. خالص. انا بقى خلاص قلت لك مشوار بعيد. لا هو اهم حاجه كوبايه الميه الساعه دي، أنا خلصت كل تمام حاجه. يعني. انا كده مرضي. تمام يا ريس. في البداية كده الناس عايزة تعرف السؤال الأهم. أيمن الشريعي هينزل انتخابات اتحاد الكرة أو هينزل يكون عضو في رابطة الأندية، ولا الكلام ده إيه؟ اشمعنى رئيس اتحاد كوره وعضو في رابطه الانديه؟ ما ليه ما يبقاش هو رئيس اتحاد كوره رئيس رابطه الانديه؟ اشمعنى عضو، اشمعنى رابطه ما أنا الانديه بقول لك عضو؟ سواء عضو يعني في الاتحاد أو عضو اه في الرابطة. السؤال ده عايزين نعرفه. الكلام ده إيه؟ طب اول حاجه يعني موضوع الاتحاد ده بتبقى قايمه، آه. وبتبقى قايمه محدده، يعني كل واحد بينزل بقايمه يعني كده، يعني حلو. على الفكره النظام الاساسي يعني. تمام. ودي فكره. ورابطه الانديه دي ده موضوع مختلف تماما. حلو. يعني اتحاد الكوره ده بيتحكم فيها 134 نادي تقريبا على مستوى تمام. الجمهوريه، و130 نادي. رابطه الانديه دي اللي مسؤوله عن الدوري المصري، عشان نبقى فاصلين بس بين الحاجتين. ببقى مندهش جدا ان الناس لما بتيجي تتكلم تقول لك رابطه الانديه واتحاد الكوره، هو الاتنين شغلهم مختلف تماما عن بعض. صح. يعني اللي هيرشح نفسه لرابطه الانديه مش هينفع يشتغل في اتحاد الكوره حلو. بالمناسبه يعني. تمام. هتسالني ليه بقى؟ عشان اشرح لك بس الموضوع. رابطه الانديه هي عباره عن ماركتينج. مم. اتحاد الكوره ده هيئه تنظيميه بتنظم حاجات ولوائح، قصص كبيره جدا في مسابقات كتير جدا. فالشغلانه دي غير الشغلانه دي. انما في الحالتين يعني أنا مش برشح نفسي ولا حاجه، يعني انا بحب اتابع الوضع. ومش شرط ابدا ان انت عشان تخدم منظومه معينه ان انت تربط نفسك بكرسي جوه المنظومه. حلو. ده تفكير خاطئ واتجاه اكثر خطأ. تمام. اللي عايز يخدم المنظومه بيخدمها وهو بره او هو جوه. يعني ممكن ايمن الشريعي وهو بره الرابطه وهو بره الاتحاد يدي افكار وينفذها، علشان بتبقى افكار، اذا كانت افكار صحيحه يعني. ويقدر بعلاقات والشغل بتاع الانديه، الناس اللي عايزه تطور فعلا مش محتاج ان هو يبقى موجود او مش موجود. يعني وجودي من عدم وجودي ده مش معناه ابدا اذا كنت هخش في التطوير او مش هخش في التطوير. الناس بتسأل السؤال الأهم. السؤال الاهم بقى: هطور ولا مش هطور؟ لا، هتدخل ما هو ولا ده لا؟ لا، في سؤال اهم: قول لي اللي هو هنطور ولا مش هنطور؟ ده اللي اهم. الناس بمعنى. شاغله دماغها مين هيدخل ومين مش هيدخل. مم. هو المشكله مش مين يدخل، مم. هو المشكله ان احنا هنطور فعلا ولا مش هنطور. يعني لو ده في السؤال المهم. تطوير ايمن الشريع لا موجود. لا ايمن الشريعي ان شاء الله هنطور. اه. على الاقل المده اللي انا موجود فيها اللي هي باقيه، او هنتخب نفسي تاني او هرشح نفسي تاني ده في انبي. لرئاسه النادي. مم. يعني طول ما انا موجود في المنظومه بتاعه الكوره ما اتعودتش وانا موجود في منظومه ما اسعاش لتطويرها.
نطلع منها العناصر الغير جيدة اسمها، حلو. ونستبدلها بعناصر جيدة مناسبة. وده دور أي رئيس نادي، سواء هيرشح نفسه لرئاسة رابطة الأندية أو عضوية مجلس إدارة الاتحاد. هي المشكلة مش أنت هتروح فين، المشكلة إن أنت هتقرر إن أنت بتطور ولا لأ. أنا اللي بقول لك أنا مقرر إن أنا أطور، وأي حاجة بشوفها غلط هشتغل فيها في هدوء. مش فارقة، يعني مش فارقة إن أنا لازم أكون جوه المنظومة علشان أطور. أصل الناس تمام. دايما يقول لك إيه، دخلني عشان أشتغل. لا، اللي عايز يشتغل ممكن يشتغل من بره خالص. مم. انت بره الموضوع خالص اهو، تقدر تطور حلو. بآرائك، بانتقاداتك، بضغطك الإعلامي أو بعلاقاتك الداخلية جوه المجال، نعمل كده. مم. فالمشكلة مش في قصة إن أنت مرشح ولا مش مرشح، إنما في الآخر يعني عاقدين العزم إحنا ومجموعة كويسة يعني من الأندية اللي عانت الفترة الأخيرة من اجراءات يعني بعيده كل البعد عن عن منظومه الكره او عن منظومه المنافسه. ان احنا محتاجين نطور. اللي عايزين بقى يطوروا دول بقى عايزين يرشحوا حد، ايمن الشريعي، حامد، رئيس نادي، مش عارف، مش مهم. المهم في الاخر اللي هيطلع ده هيطلع علشان نطور معاه. طب انت شايف مين لو شخصين مش موجودين سواء في الرابطة او في الاتحاد، بره الاتنين دول، لو هما موجودين يطوروا، او شايف فيهم ان هما يعني ايه؟ يقدروا حد بره، من بره المجلس بتاع الاتحاد ومن بره الرابطة، اه، شايفهم بره المشهد الرياضي، شايفهم هما لو كانوا موجودين يقدروا يعملوا لا، في تطوير؟ ناس كتير جدا. حسام الزناتي شخصيه لطيفه جدا، اه. شاطر، عارف انه دخل الاتحاد، وبيقال ان هو ما عملش الانتاج. هو مش ما عملش الانتاج، هو ما لقاش حد يسبورت صح. ويشتغل معاه علشان ينجح. واعتقد ان ده بتبقى حاجات انا شايفها مقصوده. مقصودة. اه، مقصود يعني. اي تغيير، اي تغيير بيتواجه ب... ب... بمعارضه، مم. بمقاومه. اي تغيير كده، اي تغيير في الدنيا. فحسام الزناتي من الشخصيات انا شايفه كاليبر، حاجه محترمه جدا. العزيز على قلبي وبحبه جدا ماجد سامي. ماجد سامي. اه، آه، يعني عنده رؤيه جديده، مم. بيشوف بزاويه مختلفه عن اللي احنا بنشوفها دي. ناس كتير جدا يعني مش عايز انسى اسماء، بس يعني في بالك اكتر ناس. اسمين دول اللي هم حسام، شايفهم. لا، حسام الزناتي يعني مم. يعني انا قعدت معاه مره واثنين وثلاثه وقعدنا اتكلمنا. آه، شخصيه مثقفه. دي حقيقة. يعني الثقافه مهمه في الشغل بتاعنا ده. الثقافه مهمه جدا، ان انت تعرف تتكلم مع واحد حاطط، شايف النظام بره عامل ازاي، شايف المانجمنت تيمشي ازاي. حسام الزناتي كده. تمام. ايمن الشريعي طلع في لقاء تلفزيوني وقال ان انا بعت جمال علام رئيس الاتحاد. مش عارف. يا دي نسايم الصباح دي. بالظبط. وقال لك نسام الصباح. هو رد عليك؟ رد عليه في ايه؟ يعني رد بص عليك انا بعد ما بص بعت بص نسام بص انا الصباح؟ عايز اقول لك على حاجه، بس عشان الموضوع ده برضو يعني انا يعني. طلعت ترند انت لا، ساعتها. طلعت ان انت مش فاهم ليه انا القصه، بس خلي بالك. انا بتكلم يعني تاني برضو. هناك قاعده فقهيه الناس برضو مش عارفاها كويس. ناقل الكفر ليس بكافر. سابكاش. يعني انا لما اجي اقعد دلوقتي وانا بتكلم معاك وانقل القعده دي بغض النظر إيه يعني وجهه نظرك فيها ايه، انا وانا بنقلها انا ماليش دعوه. اللي حصل ان انا كنت بحكي مع كان العزيز محمد بيه محمد شعبان شبانه. يعني اه. في البرنامج بتاعه، فبيكلمني بيقول لي انت طب قلت جمال بيه علام. قلت له فعلا، قلت له وهو الراجل بعت لي رساله. انا قصدي هي اسمها والله هي اسمها نسيم الصباح. هي اسمها كده يعني، هي يعني انا ما ايوه كانش والله. قصدي التريقه هو والله. الستيكر يعني. الستيكر، انا اه. جمعه مباركه فلقيته بيقول لي مش فاهم. قلت له لا، هو كان الستيكر ايه اصلا؟ مش عارف والله. صباح الجميع يا عم. موضوع اصله يعني انت مش عارف، اصل الموضوع اصله كان بسيط جدا. لقيت الناس قاعده وحطاه، ده عمل ترند حطاه والناس ترند حطت الستيكر وجابت وحاجه. صورتك ما, صورته. ما ما كانش فيه الكلام ده طبعا. يعني الراجل يعني بكل يا فتاح صبحنا مش عارف ببشاير خيرك، وامددنا بوافر جودك، واجعل لنا مع نسايم هذا الصباح
رزقا وسعاده، يعني حلو. حفظكم الله يعني اهو يعني. بيدعي لك اهو. ايوه موضوع يعني موضوع بسيط جدا. لقيتها على فكره انا عملت البرنامج. البرامج بتاعتي كنت بقى بالليل طبعا. خلصت في زايد او يعني في مدينه مدينه الانتاج الانتاج. الاعلامي، امسك في التجمع. برجع البيت العادي بتاعي ان انا بقفل التليفون واخش انام خلاص. خلي بالك انا مهما صحيت سهرت انا بصحى 7 ونص الصبح دي حقيقه. عادي. انت عارف يعني ببقى 7 ونص مم. الصبح بتلاقيني صاحي. فتقريبا دخلت نمت الساعه 3، نمت وصحيت الساعه 7 الصبح عادي، مش هشرب حاجه. قهوتي الساعه بفتح 11. اوف لاين كده، الساعه بفتح 11. كده لقيت التليفون مبدئيا فصل. ايه يا جماعه في ايه؟ والاقي حد بيكلمني مش عارف نسام يا جماعه ايه نسام الصباح، انا مش فاهم برضو لغايه لما انت كلمتني قلت لي ايمن ده في كذا، ما بقتش فاهم. وانا فعلا ما كانش قصدي حاجه والله، انا قصدي يعني ده اللي حصل. يعني حتى على فكره ما كلمتش حتى جمال بيه علام حتى من ساعتها يعني طب هو ما ما كلمكش؟ خالص. ما تبناش الحوار طبعا. انا طبعا لقاءاتي اصلا في الاتحاد قليله زي ما انت عارف يعني، اه. مش من الشخصيات المحبوبه يعني. مش من و الشخصيات المحبوبه. اللي طبعا مش طبعا مش محبوب ليه؟ علشان راجل بتاع اجراءات، وراجل بتاع ورقه وقلم، وراجل طول النهار ببص بشوف اقارن الوضع ده بالوضع ده والاجراءات بتبقى في منظومه الكوره عامه مش مظبوطه. بس المفروض ده حاجه صح بتعملها. لا انا شغلك. الصح انا بعمل اه. صح، بس على فكره هو انت تعمل الصح وهم يزعلوا منك. مم. لا انت هتتغير ولا هم يتغيروا طب ايه يعني. اكتر حاجه عملتها ضايقت حد في الاتحاد وكلموك عشان انت عملت كده؟ فاكر انا اعتقد الجواب اللي كنت بعته بتاع اللي كنت شكرت فيه كنت في الاتحاد على الاتحاد على اللجنه بتاعه التحكيم علشان كان في اوف سايد 38 مللي، كان حكم الفار كان بيقول ايوه في فاكر رجل انا الموضوع ده. 38 مللي. كنت بشكرهم يعني على الانضباط. فكان الجواب برضو كنت تشكرهم ولا لا تشكر كنت لهم؟ لا بص اصل انا عايز اقول لك على حاجه. إيه، لما اجي اكلمك امم. وانت تفتكر ان الموضوع ده تريقه يبقى انت عندك مشكله. حلو. فانت شوفه، اقراه. اول ما تحس وانت بتقراه انه تريقه يبقى انت عندك مشكله. يعني انا بكلمك ببعت لك وبقول لك انا متشكر جدا ان انت منضبط ومواعيدك مظبوطه وبتجيلي قبل ميعادك ب5 دقايق. حلو. لو انت بتتاخر عليا ساعه يبقى الخطاب ده كنت بتريق عليك طلع فيه. عليك صح. انما لو انت بتيجي في ميعادك مفيش، انت بتشكرهم فعلا. خلاص انت صاحب القرار. امم. انت شايف ده مظبوط يبقى انا بشكرك. امم. موضوع برضو بسيط جدا. يعني انا مش شايف ليه يعني ليه يعني ليه فاهمك. لما انا اخش لك امم. وتقول لي ايه يا ايمن الشياكه دي، امم. اقول لك تتريق عليا ليه وانا مش شيك؟ امم. لو انا مش شيك يبقى انت بتتريق. صح. انما لو انا شيك يبقى انت بتشكر. امم. فالقرار عندك انت. امم. كونك ان انت قررت ان دي تريقه ده موضوعك. ما هو لو انت قررت ان دي تريقه يبقى في حاجه غلط في المنظومه. في المنظومه صح. وانت بتقول منظومه مظبوطه امم. يبقى انا بشكرك. بسيطه. ايه سهله. سهله. الموضوع سهل والله يعني. يعني القصه سهله يعني ما فيهاش حاجه يعني. دايما الناس بتبص بس للافكار من وجهه نظرهم وهم بيدوك حاجه وهم بيعملوا حاجه تانية. فانا طبعا يوم الاستاذ جمال والله ما كانت تريقه بس هي كانت واقع بيتقال. وبغض النظر ان ردة فعله انا قلت له في ولد مزور والبيانات مزوره والكلام ده مش مظبوط. والراجل بعت لي الكلام ده انا اعتبرت ان هو الراجل يعني ما هو بعد ان بعت لي بعديها بساعه يعني شاف رساله. صح. خلاص شاف رساله بقى اهتم او ما اهتمش ده يترجع له هو اللي بس يسال. هو انت شايف ينفع اصلا رئيس اتحاد ما يهتمش بكلام رئيس نادي في الدوري؟ بص يا حامد علشان بس يعني يبقى الكلام واضح. هو الاتحاد ما بيهتمش باي نادي. ما بيهتمش باي لا نادي؟ لا 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 ولا طبعا. الاهلي ولا الزمالك؟ ما هو تاني برضو لازم تفرق ان الاتحاد دايما نادي انبي بيبقى عنده بالذات النادي الاهلي. حلو. ودي احد المشاكل اللي موجوده. امم. يعني انا نادي انبي ده انا باعت للاتحاد تقريبا من ساعه لما مسكت النادي تقريبا 27 جواب 27 جواب؟ تقريبا يعني. مباحث يعني حاجات بقى ليا فلوس عند النادي ده. طب انا عندي مشكله في كذا انا عندي مشكله في كذا. يعني اعتقد عشان بس مش عايز اظلمهم
لا ما ردوش على ولا جواب. ولا جواب؟ ولا جواب. لا بتهرج. لا والله، لا والله ما بهرجش. لا لا ولا جواب؟ لا لا ولا جواب. يعني ما الجوابات اللي هي الجواب، خلي بالك في خطابات روتينيه. يعني ايه جوابات روتينيه؟ يعني ممكن ايه مثلا، مساء الخير يا جماعه انا عايز لائحه قطاع الناشئين، لائحه تاسيسيه، يبعتوا لي بعديها بيوم احنا بعتناها لكم على الميل في بدايه الموسم. دي الاجابه. دي الاجابه؟ هم احنا بعتناها خلاص. يعني حتى لو انت بعتها، انت بعتها صح خلاص، مم. وانا طلبتها، اكتبها الاجابه كذا. الحاجه التانيه مثلا نستفسر عن ماتش اتاجل، حاجه حصلت، تبقى حاجات روتينيه كده. انما مشكله حقيقيه لا طبعا. لا. لا طبعا. يعني انا كل المكاتبات، يعني انا مكاتبات 2003، المشكله بتاعت 2003 اه. دي، بعت 5 مكاتبات. مم. 5. 5. ترد عليك في كام واحد؟ ولا واحد. برضه. انت مش موجود. طب ازاي ده يعني؟ ازاي مش دي فريق انت في الدوري المصري؟ انا فريق في الدوري المصري بس. اعتقد ان ده يعني ده نظام اتعمل وخلاص هو ده اللي موجود. ودي على فكره دي من ضمن المشاكل. يعني انا قلت لهم في مره يا جماعه ردوا عليا، على فكره انا ما عنديش مشكله خالص انه يرد عليا يقول لي لا انا ما عنديش اجابه ليك. مم. ما عنديش، والله والله ما عندي مشكله، انا مش هرد عليك. بس احترمني يا اه عرف. مش هرد عليه. لا موضوع احترامي ده هو كده كده هيحترمني. يعني مم. يعني الموضوع برضه علشان نقول لينا واللي علينا يعني. مم. ومن الناس كده كده هتحترمني يعني. لا انا بتكلم على الجواب، يعني اللي هو في لا لا صيغه هم الجواب مش في هيحترموني عشان انا شخص. راجل محترم، اه بالظبط. فهيحترموني هيحترموني. مم. ده موضوع يعني ده موضوع خلصان يعني. مم. انما الفكره كلها انا قصدي تحافظ على انضباط مسابقة. فكره العمل. لا لا فكره العمل نفسه مش مم. المسابقه. انا ما كنتش بتكلم عن مسابقه. يعني هو الاتحاد بيعمل ايه؟ الاتحاد دوره انه يفك التشابكات اللي موجوده بين من النوادي. الانديه. صح مم. المفروض كده يعني. فلما نادي بيشتكي من حاجه، الشيء الطبيعي ان انت ترد. ده بالعكس، ده كان المفروض ان انت ليك دور تاني، ان انت تجيبهم صح. وتتكلم وتعمل. الاتحادات المفروض والرابطه الانديه لازم يبقى فيهم اداره في الاتحاد اسمها اداره المتابعه. اداره المتابعه. اه مم. اي منظومه محترفه مم. بتهتم بكل جوانب العمل بتاعتها، بيبقى عندهم اداره كده اسمها اداره المتابعه. اداره المتابعه دي ما بتعملش حاجه الا حاجه واحده بس. ايه هي؟ العملاء بتوعها اللي هي بتقدم لهم الخدمه بتتواصل معاهم على الاقل مره او مرتين اسبوعيا. مم. عندكم مشاكل، محتاجين حاجه. ليه بقى؟ لان هي الفكره اصلا هي فكره خدميه. هو الاتحاد اصلا عمل عام. صح. انت اصلا متبرع علشان تعمله. مم. فانت مش هينفع تتبرع علشان تعمله كعمل عام وتقعد في مكتب وتقفل على نفسك. صح. لا. عشان كده بقول لك، عشان كده بستغرب جدا يجي بعض الناس يقول انا ما باخدش فلوس. لا ما هو انت بتاخدش فلوس. الحاج عامر. حاج عامر لا حسين كان لا طلع عشان قال انا اريحك بس. احنا جايين للحاج لا عامر. لا لا انا بكلمك يعني. لا ما انا عارف الحاج عامر، بس الحاج عامر انا ما باخدش فلوس. ما هو انت بتشتغل فلوس وانت عارف انت بتاخدش فلوس، وانا عارف كرئيس نادي ان انا ما باخدش فلوس. صح. فمش عارف انت بتعلني على ايه ان انت ما بتاخدش فلوس يعني. هو ده موضوع بسيط يعني، ما بتاخدش فلوس لان هي الشغلانه اصلها اسمه عمل عام. مم. يعني ايه عمل عام؟ يعني ما بتاخدش عليه اجر، بس مقابل الكلام ده بتقدم خدمات معينه، ومقابلها برضو بتفتح علاقات محترمه جدا، اكيد طبعا. وبيبقى ليك اسم رنان. مم. ودي حاجه فلوس. حتى لو مش بفلوس يا حامد ليها قيمه في المجتمع، صح. ليها قيمه مع اولادك في البيت. فما ينفعش تيجي تقول لي ما خدش فلوس. لما انت فسر الماء بعد الجهد بالماء، مم. ما فيش موضوع اصلا. صح. فيعني يعني دي انا شايف ان دي مفاهيم يعني الناس لازم تبقى عارفاها. وده من احد سلبيات اتحاد الكوره. تمام. ان لما يجي حد يكون، على فكره مش انا اللي بشتكي بس، يعني انا اتكلمت مع كذا منهم واحد. البنك الاهلي لا لا ما هو الدكتور وسموحه اللي هو كله اشرف كله. نصار ده شخصيه يعني جميله ورائعه دي حقيقه. ومنضبطه ومحترم ومتصالح مع نفسه. حاجه ما حصلتش. انا بكلمهم ما بيردوش عليا. مم. يعني ما بقاش المشكله دلوقتي في نادي انبي بس. مش ايمن الشريعي. صح. يعني ايمن الشريعي اللي بيبعت جوابات طب مم. مش مهم. واللي هو اشرف نصار بيسال حاجه لا ما بيردش. الجونه ما بنردش. طب انت شايف يعني الحل ايه؟ الحل ما خلاص الاتحاد الاتحاد هيمشي.
ما هو مش ماشيين ولا هم قاعدين ولا ايه؟ الله إيه؟ اعلم. لا الله اعلم ايه يعني؟ الله اعلم مش فاهم، حسسني كده ان الموضوع، حاسس الموضوع بقى فيه بخور. ممكن. يعني ايه الله اعلم؟ الله ما اعلم في ايه؟ تعلمش انت عندك كام نادي بيرشح الناس؟ لا بص، هقول لك انا على حاجه. بص انا ما اعرفش الرابطه، اه يعني انسى الرابطه، عشان الرابطه دي يعني الرابطه دي محدده الاركان، صح. 18 فريق، ودول على جنب ده على كده، جنب. يعني مش هينفع ايه يتلعب مفيش يعني. لعب. لا اه خلينا في الاتحاد. اتحاد بقى انديه كتيره. الاتحاد انديه كتيره، بس في نفس الوقت الانديه الكتيره اللي انت بتتكلم عليها دي مفيش حد ما نزفش من قرارات هذا الاتحاد. ما هو انت ما نزلتش اللي هم الناس اللي في الدوري، لا اللي تحت ايه. لا، مين قال لك كده؟ المحترفين امم. نزفوا، اللي هو ألف تمام. وب ماتوا تمام. ودخلوا الرعاية ومش عارفين هيطلعوا ولا مش هيطلعوا. يعني الدرجة الثالثة دي، أنا عشان عندي رعاية نادي اه فيهم ده عندك رعايه بايونير. اه. دول عشان تبقى عارف دول 6 مجموعات، امم. كل مجموعة فيها 10 نوادي، حلو. يعني 60 فريق. انا بقول لك ال60 فريق دول، كل فريق او كل نادي يعني في 30 لاعب تقريبا. تضرب ال10 ب 300 وال 300 في الستة ب 1800 تقريبا، صح كده؟ اه انا بقول لك في تقريبا 1800 او 2000 لاعب. آم، تقريبا 10% 15% هم اللي مكملين في الكوره. مكملين في ايوه، ما الكوره. اصل دول، ما انا بس عايز اقول لك على حاجه بس. يعني ايه مكمل في الكوره؟ يعني امم. انا عندي النهارده في بايونير دول كانوا 30 لعيب، حلو. خلصوا يوم 15/5، لسه هيرجعوا بقى في 9. قعدوا من يوم 15/5 في بيوتهم، اه لان مفيش نادي في المستويات دي اقتصاديا هيعرف يصرف عليهم. صح. تمام. امم. فدول هيقعدوا من 15/5 لمينيمم 15/9، صح. يعني دول 4 اشهر. امم. انا ماليش دعوه بالكوره، انت اكيد متابع يعني. شفت لعيب كوره بيسيب الكوره لا طبعا. 4 اشهر؟ لا طبعا مستحيل. مفيش الكلام ده، صح؟ امم. هيرجعوا يلعبوا كوره، بس اللي هي ايه، وكأن في كوره. امم. يعني هترجع تاني بقى، تخش بقى تعده تاني، صح. تبدا وعقبال من لما اول يفوق وجديد. منك، ومش هيحصل على فكره، ومش امم. هيديك نتيجه. اكيد. فاعتقد كمان ان القيمه السوقيه بتاعتهم كمان قلت. صح. ما هو انا لما المسابقات تبقى زي بعض، والاقي اللعيب بيتحرك من هنا لهنا، ماركت شير بتاعه مظبوط، فالاسعار بتاعته تبقى في اكيد الرينج طبعا يطلع. الرينج هيطلع طب كده ده وهيعلى. نزل ده كده خالص، بينزل. نزل خالص. المحترفين امم. كذلك، بس المحترفين اللي هم بقى ايه، الدوره اسمها ايه دي؟ المحترفين الدوره المجمعه دي، المجمعه. امم. الفكره اللي كانت اتعملت دي، دول اللي كملوا، امم. كملوا شويه برضو، وهيقفوا برضه. وهيقفوا برضو. امم. يعني المنظومه نفسها عايزه يتعمل لها اعاده هيكله. تمام. حاج عامر حسين اه. طلع قال ان القيد الجديد امتى طلع قال امتى؟ بس عشان الحاج من عامر، يومين. الحاج عامر اصله بيطلع كل فتره كده يقول لنا حاجه، ده فامتى حقيقة. بس يعني لازم تحدد لي المده. ده بالظبط من يومين بالظبط. من يومين قال ان القيد الجديد هيكون بعد الكاس او بعد كاس مصر. بعد كاس مصر. وشايف الناس كلها طلعت على السوشيال ميديا والانديه كله بيهاجمه. انت ليه اه، بتشوف ان دايما عامر حسين تصريحاته دايما بتكون ضده؟ انا بشوف كده. لا انا بقول لك، انا بسالك. لا انا ما بشوفش كده، انا ما بشوفش كده. تشوف ايه؟ لا انا بشوف ان شغلانه الحاج عامر ضد الحاج عامر. ضد الحاج عامر؟ اه، ازاي؟ الشغلانه نفسها. يعني ايه؟ مش اراءه، يعني الشغلانه نفسها، يعني مش راي قاله الحاج عامر. اه لا، هي الشغلانه بتاعت الحاج عامر ضد شخصيه الحاج عامر. شخصيته يعني ايه؟ محتاج يراجع نفسه، يعني من زمان، انه الشغلانه دي مش بتاعته. مش بتاعته خالص، خالص خالص، امال بكل. شغلانته ايه؟ يعني انا ما اعرفش شغلته، لا انت مش واخد بالك يعني. بص انت شايف تبقى شغلانته ايه؟ لا، هو شغلانته ايه؟ انا ما اعرفش شغلانته ايه، بس الشغلانه لا انت اللي، شايف من ادائه واسلوبه يكون شغلانته ايه؟ لا انا يعني انا بالنسبه لي ما اعرفش اقيم شغلانته ايه، بس انا اعرف اقيم ان الشغلانه اللي شغالها اه ما تناسبش الحاج عامر ما تناسبوش. خالص، خالص خالص، يعني ليه بقى؟ قولا، يعني انا طبعا يعني العلاقه مش يعني مش كويسه. مش كويسه برضو، خلينا نتكلم، هو راجل على المستوى الشخصي
يعني كده وراجل محترم ما شفتش منه حاجه. انا بكلمك شغلانه. كشغل بقى، كتايتل يعني. مم. لا، الشغلانه بتاعت الحاج عامر محتاجه امكانيات مختلفه تماما عن الحاج عامر. مختلف. تماما تماما يعني بجد، يعني الحاج عامر، انا زي ما قلت لك قبل كده، انا من ساعه لما مسكت النادي انا قعدت تقريبا سنه ونص كل ما تحصل مشكله الاقي واحد طالع لي النادي يقول لي هنسال الحاج عامر. انا فعلا ما كنتش اعرفه. مش تعرفه. لا، ما كنتش اعرفه فعلا. انا انت عارف انا علاقتي بالكوره ماليش علاقه يعني ايه بالكوره. نسال حاج عامر؟ اي مشكله تحصل هنسال الحاج عامر. يا جماعه هنسال الحاج عامر على ايه؟ فين الورق؟ لا لا، هنسال الحاج عامر. يعني كان ممكن التليفون بالحب يعني. ايوه هنسال الحاج عامر يعني، اه. وتجي لي الرد كده. وابتديت الاقي ردود، ده عشان طبيعه شغلي انا. اه. ان الردود غير منطقيه. يعني الاقي حاجه هنا اتعملت غير حاجه هنا مع ان الموقفين واحد. اه. فابتدي استفسر، اخش في دوامه اكبر من الدوامه اللي قبليها. حلو. فابتديت بقى نصطدم بالاجراءات بتاعت الحاج عامر. اوكي. ف يعني الشغلانه بتاعت لجنه المسابقات دي، هي شغلانه تاسيسها صعب جدا. مم. ولما تيجي تشتغلها بعد كده بعد ما تاسس سهله جدا. مم. بس لازم تاسسها اهم حاجه مظبوط. التاسيس. اه. لا طبعا مش بتاسسها مظبوط مم. من بدايه اللوائح. يعني اللوائح اللي اتعملت انا مش مصدق. مم. مفيش حد بيعمل لوائح كده. عشان كده بقول لك الشغلانه ما تناسبش الحاج عامر. لان شغلانه اللوائح دي هي ليها متخصصين. مم. دي شغلانتهم على فكره. بالمناسبه منهم انا واحد منهم. انت واحد منهم. لا، ما دي دراستي. دراستك انت. يعني انت لما تبقى لعيب كوره بيقول لك ده لعيب كوره، فدي دراستي. اه. انا دراستي الاداره، ومن ضمن الاختصاصات بتاعه الاداره ان احنا بنعمل اورجانيزيشن ومخطط عام الناس تمشي عليه. حلو. ونبتدي نحاسب ونشوف الدنيا ايه. فدي من ضمن الحاجات. وعلى فكره بقى، وبعد ما نعمل كده في واحد تاني بيروح ينفذ اللائحه. مم. انا اول مره في حياتي الاقي اللي عمل اللائحه هو اللي بينفذها. ما فيش كده. ليه؟ ما هو برضه عشان هي ليها منشأ. اه. زي كده ايه اللي بيعمل القانون. مم. مين بيعمل القانون عندك؟ مين بيقر القانون عندك؟ مجلس الشعب. حلو. واللي بينفذه الوزارات. تمام. مجلس الشعب بينفذ خلاص، مجلس الشعب بيعمل القانون. فهو كده اللي بينفذ اللائحه حد، جهه، مكان. وبتروح لمكان تاني خالص تقرا بقى الديفينيشنز دي والتعريفات دي وتبتدي تشتغل على اللائحه. انما اللي عمل اللائحه هو اللي بينفذ اللائحه. وعلى فكره وهي دي المشاكل اللي انتوا عايشينها. مم. المشاكل بتاعت الكوره اللي انتوا عايشينها دي. بسبب الحاج عامر حسين. بص عشان ما نظلموش برضو، عشان اه. نقول لينا واللي علينا يعني. الحاج عامر حسين يتحمل 70% منها. 70% لوحده. ده مع الرأفة. مع الرأفة. ده انا والله علشان بحبه، والله بحبه على المستوى الشخصي والله. 70%. والله. هو بقى له بيقول لك انا موجود بقى لي 14 سنه وانا الوحيد اللي بقدر لا، اعمل ما الجدول. هو خلي بالك، ما هو انا ما اعرفش مين اللي خلاه 14 سنه. انا ما كنتش حاضر. انا بتكلم بجد لو والله انت انا. كنت موجود كنت هتعمل ايه؟ لا يعني انا بقول لك الحاج عامر حسين، انا بأجزم لك. اه. الحاج عامر حسين مش في رابطه الانديه. مش في رابطه الانديه. بص الكلام واضح اهو. مش في رابطه الانديه، مش اتحاد الكوره، مش الموسم دعوه باتحاد الجاي. الكوره. رابطه الانديه اه. الموضوع انتهى. انتهى. موضوع طب او بس هو لسه من انا هقول حوالي لك ليه، اسبوع، اقول لك ليه معلش بس طب الموضوع. لحظه، من اسبوع طلع قال ان الجدول الجديد هيبقى كذا وحدد كل حاجه. مين؟ الحاج عامر حسين. وعلى فكره هو انت ينفع تمنع الكلام اللي انا اقوله؟ لا. يعني انت شايف اللي هو يتحمل 70%؟ يعني والله انا بحبه. يعني لو ما بحبه هقول لك ليه برضه، عشان بيتحمل 70%. لان هو، مش انت في الميديا ومتابع؟ اه. هو في حاجه ما فيهاش اسم الحاج عامر؟ لا طبعا موجود دايما. موجود دايما. مم. وجوده دايما يحمله ده انا بقول لك مع الرأفه. مع الرأفة. لان هو لو بص، قارن تكرار اسم الحاج عامر مم. بال 70%. الحاج عامر اسمه بيتكرر في مجال الكوره في قد ايه من المجالات بتاعت الكوره؟ مم. لا انا بسألك. تسألني اه كتير. لا ما تقوليش كتير، قول لي نسبه. لا نسبة كبيرة جدا الكام طبعا. يعني؟ لا تتخطى لو احنا على الكلام اللي بيطلع ولا 90%. لا انا عايز اقول لك على حاجه. هو بس الحاج عامر الكره الشاطئيه اسمه مش فيها. انا موجود. اللي بقول لك أهو. صح مم. كده؟ اه. في حاجه تانية غير الكره الشاطئيه؟ لا لا كل حاجة موجود. صح. اه. طب ده 90% مش 90 95. مم. انا بقول لك 70. مم. انت بتقولي الحاج عامر بيقول انا بعمل وبخطط. هو من حقه انه يقول. مم. انت ما ينفعش تمنعني من الكلام. تمام. انما انت مش تاخد القرار. يعني هو اصل خلي بالك هو الرابطه
الناس برضو او الحاج عامر زعل من الكلمه دي، انه كلمة موظف، ايه؟ انه موظف في الرابطه. موظف. الحاج عامر في الرابطه، كلمه موظف دي مش وحشه والله. اه ما هو انت موظف وانا موظف، صح. الموظف ليه تايتل. مم. ال 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 الحاج عامر جوه رابطه الانديه يا حامد، الصفه بتاعته صفه وظيفيه، مم. مش صفه انتخابيه. صح. هو يعني واخد الجانب التنفيذي في الرابطه. مم. في الاتحاد عشان منتخب منتخب. واخد الجانب الاشرافي. اشراف. فالاتحاد ده انا ماليش دعوه بيه. مم. انما الرابطه لا، الرابطه بيحصل ايه؟ في مجلس اداره رابطه، ومجلس اداره الرابطه بعد ما بننتخبه اللي هو 18 نادي بيجيب الادارات التنفيذيه، مم. صح كده؟ اللي صح. من ضمنها الاداره اللي ماسكها الحاج عامر، اللي هو مم. متوظف فيها. هو موظف عند الانديه، لا، موظف في الرابطه في الرابطه اللي هو عند الانديه عند برضه في الاخر. الانديه. انا بقول لك لا طبعا، مم. لا طبعا، مش لا عاديه، لا طبعا. مم. يعني انا المفروض ان احنا عندنا مثلا بعد الدوري ما بيخلص بنعمل اجتماع، الرابطه بتدعو الانديه اه. بكل صدق وبكل قوه وبدون اي مواربه. انا لو رحت حضرت الاجتماع ده عشان بنشوف المسابقه الموسم اللي جاي اه ولقيت الحاج عامر همشي. هتمشي. طبعا لازم امشي، لا طبعا لازم امشي، ما ينفعش اقعد. ليه كل تقدير واحترام. على فكره ملهاش دعوه بتقدير الحاج عامر. اتكلمت مع انديه تانية عشان لا انا تعمل على نفس فكره القرار ولا انا ده بس قرارك بص انت؟ عايز اقول لك على حاجه بس. مم. هو يعني ايه اداره مم. تبوظ مسابقه واجي انا اقعد معاها تاني اخطط المسابقه اللي جايه؟ مم. ابقى انا راجل مش انا راجل مش مظبوط. يعني شايف ان الحاج عامر حسين هو اللي بيبوظ المسابقه؟ إيه، ما هو برضه بص اقول لك على حاجه. هو الانشاء بتاع المسابقه اصلا غلط. تمام. فالحاج عامر المؤجلات ولائحه العقوبات والاجراءات دي كلها غلط. كلها غلط. العقوبات طبعا العقوبات غلط. مم. طبعا يعني يعني مش يعني قلت مرارا وتكرارا. مم. اي حد بيفتح العقوبات اللي عاملها الحاج عامر على فكره مم. غلط. غلط. طبعا غلط. ايوه غلط. الوردنج بتاعها مكتوب غلط والله. الاسلحه موجوده. يعني السلوك الغير رياضي تجاه اللاعب حلو. يوقفوا مباراتين، مباراتين. وسلوك غير رياضي تجاه اي عنصر من عناصر اللعبه والحكم يوقفوا 4 مباريات. حلو. هو عنصر من عناصر اللعبه، هو اللاعب ده مش عنصر؟ عنصر. يبقى كده انت اللاعب تعرف توقفه 4 مباريات وممكن اتنين. يبقى اللائحه دي غلط. مم. ده ووردنج هو عنده وهو كاتبه. مم. هو كاتبه الحاج عامر. بالمناسبه يعني هي اللائحه دي هو ما عملوش فيها حاجه، اللائحه دي كانت لائحه الاتحاد زمان. اصلا ايوه دي حتى في حاجات ما اتشالتش، موجوده. موجوده زي ما هي، زي ما هي والله على حاطه ايديك. وانا وريت الكلام ده لمئات الناس، يعني موجوده والحاج عامر عارف يعني كده. هو كوبي بيست بس. كوبي بيست مفيش حاجه. مم. يعني لما يبقى الرابطه مكتوب من ضمن العقوبات انها تنزل الفرقه من الفرق القسم للقسم التاني. التاني. مم. هو انت هتنزلها للقسم التاني ازاي اذا كنت انت نفسك مش مسيطر على القسم التاني؟ الماده دي مسيطر. ايوه هي كلمه رابطه، كبيره قوي. هي رابطه الانديه مسيطره على القسم التاني. اه اللي هو يعني هي ملهاش جهه تنفيذيه. هي تمام. رابطه الانديه مسيطره على القسم التاني، لا. صح؟ صح. خلاص مش مسيطره على مم. القسم التاني، هتنزلها ازاي؟ هي دي كانت معموله لما كانت اللائحه الاتحاد واخد الدوري والقسم التاني والقسم التالت والقسم الرابع. يعني الموضوع ذاكرت انت اللائحه. لا مش ذاكرت اللائحه. هو بص خلي بالك، هو ده تخصصي. مم. يعني زي بالظبط كده انا سالت 100 مره و100 سؤال ولغايه دلوقتي وانا بقول لك ما حدش جاوبني عليه. اه. مين اعضاء لجنه المسابقات مم. اللي الحاج عامر كاتب في اللائحه بتاعته انها بتتكون من 4 اعضاء غير رئيسها وبيتم القرار بالانتخاب؟ مم. هو كده القرار بالتصويت، في تصويت. مين اعضاء لجنه المسابقات؟ مم. حضرتك تعرفهم؟ لا. ومحدش في مصر يعرفهم. دي حقيقه. وانا بوجه سؤال اهو للحاج عامر اللي كان ماسك اداره المسابقات. هي مين معاك في رابطه في في الاداره دي؟ اللجنه. مفيش. فانا بقول لك عشان كده مفيش حاجه اسمها كده، ومفيش حاجه اسمها فرد واحد يشرف على اداره لجنه المسابقات في الاتحاد مم. والاقيه طالع لي الناحيه التانيه بشخصيه جديده
بعنصر جديد في الرابطه ماسك اداره المسابقه. مم. لا يعني ايه يعني؟ مش فاهم. ايوه مش فاهم يعني. طب فهموني برضه عشان انا عايز افهم يعني. يعني ايه الامكانيات عشان ابقى فاهم؟ يعني انا بالنسبه لي، انا اللي كنت بشوفه دايما الحاج عامل بيقول لك انا مسافر اسكندريه او حاجه كده، هقعد كام يوم واعمل الجدول وارجع هقعد لك. كام يوم واعمل جدول. شايف التصريح ده ازاي؟ لا انا كنت فاكر بصراحه يعني، اه، انا كنت فاكر الحاج عامر كان يعني بيهزر. بيهزر مع الناس يعني. يعني انا كنت فاكرها كده. اه. يعني وانا قاعد في وسط القعده كده يقول لك التيشيرت ده لونه حلو، ده هزاره كده خلاص. اه. بس لقيته كرره اكتر من مره، فلقيته يعني نما الى علمي كلام ان بجد. ده بجد. حسيت بايه؟ لا يعني انا يعني انا اعتبرته هزار، لان انا لو اعتبرته بجد يبقى انت لحد احنا. دلوقتي معتبره اللي هو هزار؟ انا لازم اعتبره هزار بصراحه. لو اعتبرته جد ايه اللي هيحصل؟ لا لو اعتبرته جد يبقى احنا بنهزر. مم. لو اعتبرته جد يبقى احنا بنهزر. دوري ايه؟ جدول ايه اللي هنسافر اسكندريه ونعمله في 3 ايام ايه الموضوع ده؟ ده برنامج ب 175 جنيه. حسام الزناتي يعمله ونشوف التفريغات ونشوف الفيفا ديت، موضوع بسيط جدا يعني. مش فاهم يعني جدول ايه اللي بيتعمل في 4 ايام، وهنشوف هنعمل ايه، هنشوف هنعمل ايه في ايه. يعني وانا بقول لك انا توقعت انه هزار، وعلى فكره لغايه دلوقتي أنا حاطط في دماغي انه هزار. اصل بص، شفت الهيصه اللي كانت معموله اليومين اللي فاتوا على الناس اللي بتلعب الساعه 4 والناس بتلعب الساعه اه. 7؟ اه طبعا. انا اول واحد في الدوري في بدايه المسابقه لو تفتكر اه. عملت تفريغه لاول 12 اسبوع 12 اللي كانوا اسبوع. منزلينهم، مم. فاكر؟ اه. وبعتها لكم قلت لكم في حاجه غلط. مم. يعني ايه نادي يلعب 4 ماتشات ورا بعض الساعه 4، الساعة 4؟ ونادي تاني يلعب 3 ماتشات الساعه 7؟ مم. تكافؤ الفرص. الناس برضو او الحاج عامر مش عارف تكافؤ الفرص. مش عارف. لا مش عارفها طبعا. مم. اللي يعمل جدول زي ده يبقى مش عارف تكافؤ الفرص. على فكره تكافؤ الفرص من ضمنه الخطاب اللي انا ببعته لك ترد عليا، ترد عليه. ده من تكافؤ الفرص على فكره. مم. من تكافؤ الفرص ان انت تبقى بتتعامل على مستوى واحد وعلى مسافه واحده من كل الانديه. مم. ده تكافؤ الفرص. مم. تكافؤ الفرص ان الجدول انا تابعت اليومين اللي فاتوا نادي بلديه المحله لاعب 5 ماتشات قبل ما يبقى الساعه 5 ونص دي. ايوه. 5 ماتشات الساعه 4، مم. الساعه 4 العصر الساعة في 4. الحر ده. نادي حتى رد عليا العزيز على قلبي مصطفى الشامي. لا اللي هو اشرف نصار. شاف نصار. قال لي ايمن انا لاعب 5. مم. هو في حاجه بس، هو انتوا عملتوا الجدول ده ازاي؟ يعني معلش يعني هو انت عايز تقول لي ان ال 11 لعيب اللي بيلعبوا الساعه 4 هيعملوا نفس الجهد اللي بيتعمل اللي بيلعبوا الساعه 7؟ لا طبعا. طيب يبقى في جهد هنا اكتر من هنا. صح. طب المفروض ده يلعب يوم الساعه 4 وده يلعب في يوم الساعه 7. الساعة 7. لو ما عرفتش تعمل ده يبقى نرجع لموضوع تاني، انت ما بتعرفش مم. فتسيب اللي يعرف يعملها. يعني انت أنا شايف في الاخر ان الحاج عامر حسين ما بيعرفش؟ لما لا اداره المسابقه، اه. لا طبعا بعيد كل البعد عن ادارتها. بعد كل البعد. بعيد كل البعد. يعني انا يعني كل تصريح يعني ما اعرفش التصريح اللي انت بتقوله من يومين او امبارح حاجه، اه. قصه ان قيد. القيد هنفتح القيد بعد انتهاء الكاس. واحنا كان جالنا السنه اللي فاتت تعليمات او حاجه كده من الاتحاد الدولي، اه. صح؟ اه صح، هو نفس واستثنونا التصريح ده السنه اللي استثناء. فاتت. اه كان في استثناء. السنه اللي فاتت. اه. طب مش استثنوك السنه اللي فاتت؟ مم. طب وانت عارف يعني ايه استثناء؟ استثناء مم. يعني بتروح المرة. لواحد تقول لي معلش عشان خاطري المره دي، مم. مش اسمها استثناء؟ اه. طب والسنه دي عملتها ليه؟ انا والله انا عايز افهم يعني. خلاص يعني هو ده الحاج عامر بيقول احنا السنه اللي فاتت قالوا لنا وادونا تعليمات واحنا استثنينا نفسنا السنه اللي فاتت، صح؟ صح. طب السنه دي ايه بقى؟ السنه اللي فاتت طب السنه دي انا عايز اقول لك على حاجه. مم. بمناسبه اداره الحاج عامر، اه. احنا نسينا ان بطل الكاس هو اللي بيشارك في الكونفدراليه. صح. في ناس في مصر فاكره الكونفدراليه الثالث والرابع. تلات ورابع هو بس. اصلا الكونفدراليه لبطوله الكاس. مم. هو احنا بننسي وبنأسس وبنشتغل بقى كده؟ ايه في ايه؟ ما هو ده على فكره كان استثناء، صح؟ استثناء في اه. استثناء، مم. في استثناء تاني، في ثالث في رابع. طب ما باقي تعرفش. باقي الحياة.
طب ما خلاص، ما هو انا بقول لك عشان كده. فما ينفعش تصرح وتقول استثناء. وبعدين هو السؤال المهم، هو التصريح ده طالع دلوقتي ليه؟ مم. ازمه يعني؟ بتصدر ازمه؟ ما انا بقول لك ما هو انا مش ليه فاهم. تصريحاته دايما لا بتيجي يعني تبقى ضده. طب معلش، بس انا عايز اسالك سؤال. انا موافق والله مم. ان مش هينفع يتعمل القيد الا بعد بطوله كاس مصر. حلو. الحاج عامر عارف الموضوع ده من السنه اللي فاتت، صح؟ اه. طب الحاج عامر بيتكلم على طول، ما اتكلمش ليه من شهرين ثلاثه في الموضوع ده؟ من ضمن الكلام لما بنتناقش يعني، ما قالش ليه؟ سؤال بس مش عشان أعرف. عارف. لا انا عايز افهم. هو يقول لنا. لا هو هي تصدير ازمه بس، ما فيش حاجه يعني. مم. يعني بس الموضوع كده يعني تمام. للي جاي بعد كده يعني، اعتقد يعني وهتتحل. بص مفيش حاجه في الاداره ما بتتحلش. مم. بس بقى الاداره المحترفه بتستثني مره وتصلح. تصلح. طبعا لازم تصلح. تمام. ف يعني يعني ممكن يكون كان ليه جهد قبل كده، انا ما اعرفوش طبعا. بس انا بكلمك في في الفتره الفترة اللي بتاعت انت موجود فيها الفتره اللي انا فيها طبعا. لا طبعا يعني انت بتقيمه بكام؟ كام من 10؟ الحاج عامر. اه. على بص شغله خلال فترة وجودك كرئيس نادي انبي. بص لا اداني صريحة، كام من 10؟ ده انا هقول لك حاجه احسن من الصريح والله. ماشي. ما ينفعش اقيمه. ما ينفعش تقيمه؟ طبعا يعني ايه؟ ما ينفعش، مش جايب صفر. مش جايب صفر؟ لا مش جايب والله. مش جايب صفر؟ لا مش جايب صفر. تديله سالب كام؟ لا ما هو سالب، ما فيش تقييم. ما انا بقول لك عشان كده ما اعرفش اقيمه. على فكره دي حاجه ما تضايقش الحاج عامر. بس صعب قوي. لا خالص. هو انت دلوقتي حضرتك لما تيجي صعب قوي، لا ايه ده بس ليه صعب قوي ايه؟ مم. وانت لما تقيمني دلوقتي كدكتور اسنان تديني حلو. ايه؟ انت ايمن لا اكيد الشريعي رئيس طبعا نادي مش ايه؟ هقيمك. ايه؟ مش هقيمك. نفس القصه. مم. بتقيم يعني انا دكتور اسنان لا. صفر، ما مم. ينفعش تقيمني. صح. الحاج عامر لا، الموضوع بعيد كل البعد طبعا. عشان عرفت بعد كده ان هو مش عارف لعيب كوره، وان هو انا والله ما اعرف. انا ماليش دعوه بالقصص دي. انا ليه دعوه بالشغل مم. كشغل يعني؟ لا طبعا. لا طبعا. ايوه طب ايوه، لما الاقي لائحه قطاع ناشئين كاتب فيها، في لائحه قطاع ناشئين اللي هو عاملها، المواجهه او المواجهات، مم. عشان يحدد البطل. عشان حد يعني البطل. انت عارف ان في ممكن في دور اول نلجا لمواجهه موجة واحده، موجة واحدة. واجي في الدوري الرابطه الاقيها المواجهات بس، موجات ومش بس. حاطط المواجهه او المواجهات. صح. ده كان في يبقى تحديد يبقى المراكز. يبقى كده في حاجه غلط. مم. لانك انت تعلم ان ممكن تحصل مشكله في المواجهه او المواجهات. طب وراك في الكلام اللي كان بيتقال ان الحاج عامر حسين كان في حاجات بيعملها في اللوائح عشان تتفصل لانديه تانيه؟ لا مش تتفصل. لا امال لا ايه؟ لا. ما هو احنا بنستشرق المستقبل، اه. ما بنعرفش. مم. انما بنعمل ايه؟ بنعمل لوائح مرنه، مرنه. ممكن مطاطه. تتشدد غير تيجي لغايه مم. عندك، وممكن الناحيه التانيه تتشدد تيجي هنا. مم. ده تاني. وعلى فكره، وانا ما عنديش مشكله في ده كمان. ما عندكش مشكله. لا بس لازم اللي يشدها يبقى عارف بيشدها ازاي، مم. عشان ما تقطعش. دي مشكله. دي مشكله. اه طبعا. يعني انا النهارده في الكونفدراليه اللي اتكلمنا فيها، والمصري والمواجهه والمواجهات، انت عندك ماده في اللائحه، ماده 110 حاططها الحاج عامر، اه. اللي هي بالمناسبه احنا هنلغيها. تلغيها. احنا هنلغيها. انتوا كانديه. اه طبعا لازم تتلغي. مم. لانها بتدي الحق لرئيس لجنه المسابقات او اداره المسابقات، اللي هو الحاج إن عامر. اللي كان الحاج عامر. اللي كانت اعتبرته خلاص اه مش. طبعا مم. كان الحاج عامر، بتوجز له مم. ان لو في اي ماده لم تتطرق ليها اللائحه، هو بياخدها يعرضها على المجلس وياخدوا قرار. واللائحه طبعا اصلا مش متطرقه لحاجه، مم. فهتلاقي كل الموضوعات تقدر تخش في اللجنه. بالمناسبه مم. الماده 110 دي اللي لجأوا لها في ماتش المصري، في ماتش سوري بيراميدز وسموحه بيراميدز وسموحه، اه، اللي اللي هي اتوقف كانت ده. تتوقف وبعد كده دي تكمل. الماده 110 اللي لجأوا لها، اللي هي بالمناسبه الحاج عامر برضو قال لك لقينا العدل. العدل، اه. قال كده، انا فاكر الكلمه كويس قوي. مم. لقينا العدل في التطبيق ده. طب هو العدل ده ما اتحطش في لائحتك ليه يا حاج عامر؟ لان اللائحه اصلا المفروض ان عنوانها العدل. قال لك اللائحه ما بتقولش كده. تمام. الحاج عامر اللي قال، ده تصريح انا سمعته، مم. قال لك اللائحه ما بتقولش كده، انما احنا لقينا ان العدل بيقول كده. بيقول كده. طب لما انت لقيت ان العدل بيقول كده، طب ما تحطش في اللائحه ليه؟
تمام. مفيش حاجه طبعا اسمها نقف وهيبتدي من خط التماس تمام. يعني، اللي هي الحاجات الايه، الحاجات اليونيك، اه. حاجات جديده. او بالمناسبه برضو من ضمن الحاجات، والله مش متحامل الحاج عامر، بس الاستاد الوحيد اللي بيحضر فيه الحاج عامر استاد اسكندريه، تمام. اللي هو ما فيهوش الصيانه. ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش الصيانه، الصيانه. مش التقرير امم. بتاع الشركه قال لك ما فيش صيانه حصلت في اه، المقومات اللي موجوده من 4 سنين. من 4 سنين، اه. صح. مم. هو المفروض اصلا يا حاج عامر، انت كل سنه المفروض لو انت مشرف على المسابقات تبعت لجنه فنيه تشوف الاستاد. بتشوف الاستاد وتشوف عوامل الامان فيه، مم. تشوف الحاجات دي. صح. صح. طب ده الاستاد ده اللي انت بتقعد فيه يا حاج عامر، اللي انت كنت قاعد فيه يا حاج عامر، حاج عامر، اللي انت كنت قاعد فيه ساعه لما احمد رفعت وقع في الاستاد. كان موجود. كان موجود طبعا. بس ما ظهرش بعد الماتش. لا ما ظهرش. ليه؟ مم، يعني بص بقى، اه. دي من ضمن الحاجات اللي بقول لك م- م- ما ينفعش يمسك دي مش شغلانته. امم. بس انت عرفت لو ما كان موجود طبعا في اول حاجه الماتش؟ سالت عليها. اول حاجه سالت عليها. طبعا لان استغربت جدا. اصل انا جيت من القاهره، اه. انا ماليش دعوه بالموضوع يعني، فاهم. طلعت من القاهره. امم. فالحاج عامر طول عمره بيبقى موجود في استاد اسكندريه. ده حقيقه. فسالت، امم. قالوا لي كان قاعد معانا، بس كان بس بيتكلم في التليفون بيسال. خلي بالك بقى. بيسال يعني ما راحش المستشفى؟ لا ما راحش طبعا، ولا نزل تحت ولا شاف اي نزل حاجه؟ تحت ولا عمل حاجه. بس هقول لك بس، امم. بيقول لك دي يعني لما جيت سالت، او يعني انا اتضايقت من الموقف، قال لك لا دي حاجات بقى يعني ايه، دي حاجات ثانيه. انسانيه امم. ملناش دعوه بيها. هو بالمناسبه بس يا حامد، اول حاجه في النجاح اه. العامل الانساني ده. اكيد طبعا. يعني انا في النادي ام بي اذا ما فيش حد متفق طبعا، ما فيش بني ادم الناس بتتفق عليه، اكيد طبعا، ما فيش. انما الناس تتفق على انسانياته، صح. ده حقيقه. تتفق على احترامه. امم. ما نتفقش على شطارته. يعني الحاج عامر حسين دول راجل محترم، امم. احنا مختلفين دلوقتي على شطارته شطارته. او على تخصصه تمام. او على طريقه ادارته. امم. لا طبعا. وعلى فكره يعني دي من ضمن مسؤولياته. ضمن مسؤولياته. هو انت، هو لجنه المسابقات دي اه. مش من مسؤولياتها سلامه اللاعبين؟ اه طبعا. ولا دي مش لا، ما مسؤولياتها؟ هو مسؤوليته طبعا. صح. امم. طيب في ايه؟ طب بقول لك ايه، مش من ضمن مسؤولياتها. امم. لاعب زي ابنك وقع. ابنه بيلعب في سموحه. والله ما اعرفوش يعني، بس يعني انا فوجئت بالكلام ده على فكره. ده على فكره انا عرفت ان ابنه كان بيلعب في امبي. اه، دي حقيقه. انا ما كنتش عارف، لا قبل ما انا اجي يعني ما كنتش، يعني اه، ما كنتش انت حضرتوش موجود. يعني. بس يعني اتفاجئت ان هو كان بيلعب في امبي يعني. يعني الفكره فين؟ الفكره دي حاجات انسانيه هتتحط في الاول. امم. زي كده قبل الهوا دلوقتي، وكنت بتكلم مع، وانت كنت فين، بتكلم مع مدرب الاحمال عندي، حد في البيت عنده تاب، وبنها وصلت. هو دي مش مسؤولياتي؟ مسؤولياتي. مسؤوليته. مسؤولياتي ان انا احسسه بالاطمئنان. صح. في حاجه محتاج حاجه اجي لك. هو مش مكتوبه في السي في بتاعي ولا مكتوبه في التايتل بتاعي او الجوب ديسكريبشن ان انا اسال عليه، امم. بس هي دي الانسانيات كده. امال انا هستمد قوتي منين؟ امم. دي قوتي. صح. فبقول لك بعيد، لا بقى شخصيته بعيده. ممكن على فكره، يعني هم بيقولوا عليه جدع جدا، انا ما اتعاملتش معاه والله. والله ما اتعاملت معاه، يعني ما اتعاملتش بس هي معاه. الجدعنه ملهاش علاقه بالشغل. الجدعنه مالهاش دعوه اه. بالشغل خالص. ممكن واحد جدع، اه. جدع جدا ويخدمك بعمره، بس مش شاطر. صح. طب هنعمل هنعمل فيها ايه؟ طيب، انت ما قيمتش الحاج عامر حسين. اتحاد الكره بنفسه بقى، المجلس كامل، اه تقيمه كام من 10؟ في ايه وايه وايه؟ اصل لا، اتحاد بتقول الكوره، لا لا الاربع لا لا، سنين اتحاد الكوره ده أصل فيه كذا حاجه. طب قول اتحاد لنا الكوره فيه تقيمه كذا بايه؟ حاجه. اتحاد الكوره التعاون مع الانديه صفر. طبعا عندها صفر. المنتخبات، اه. آه عايز اقول 2.5 3. 3. كنت عايز اقول 2.5 يعني، بس قلت بلاش الكسر يعني. 3. 3. اه اه ماشي. آه، حل الازمات. امم. حل الازمات. آه،
خارج التقييم، خارج التقييم، زي زي موضوع الحاج الحاج عامر. عامر. خارج التقييم، خارج التقييم. حل الازمات، لان مفيش ازمه بتتحل مفيش ازمه تتحل. خالص. سويتشنج بقى. مم. لجنه التظلمات، لجنه الانضباط، وهنشوف ربنا يكرم. يعني فاهم قصدي؟ يعني وصلت. في سويتشنج كده بيتعمل. ليه دايما في اتهامات ان ايمن الشريعي زملكاوي، وشايف ان الاتهامات دي مقصوده من طرف اخر ولا لا؟ لا بص، يعني اعتقد ان ده موضوع قديم يعني، والناس عرفت ان انا مش زملكاوي، بس هو اللي طلع الموضوع ده كابتن حلمي. يعني كابتن هو حلمي طلال. كابتن حلمي طبعا. طلع، هو اللي طلع الفكره بتاعت ان انا زملكاوي دي، وقال لك زملكاوي و زعل لما امبي كسب الزمالك او تعادل مع والله ما فاكر، كان مع كابتن حلمي. بس كابتن حلمي بالنسبه لي ماضي قديم قوي، فانا عايز كابتن حلمي مشي امتى؟ لا، من زمان. بالتالي مشي من سنه ونص، سنتين. مم. هو اللي كان طلع عليا الموضوع ده هو يعني. طلعه. يعني يبقى قال ايمن لك قال الشريعي لك اهلاوي يعني؟ قال لك ولا اهلاوي. بص تاني برضه. م- يوم ماتش الزمالك اه. كان كابتن حلمي طلب غالبا مكافأة استثنائية، حلو. حاجه كده. قلت له مفيش مكافأة استثنائية. مكافأة استثنائية ليه؟ فعارف انت زعلان يعني. لا ما قلتوش كده. بص يا حامد، بس قبل ما نكسب الزمالك، والله العظيم انا بقول لك انا ماليش في الكوره، بس انا اه. ليا في اتجاهات معينه. حلو. كنا بنلعب المقصه، تمام. والمقصه كانت اخر الدوري، حلو. خسرنا منها. مم. فدخلت الكابتن حلمي والله بكل نيه صافيه، انا عايز افهم. بقول له يا كابتن حلمي، ده بيقول المقصه دي في اخر الدوري، ايه اللي حصل؟ قال لي عادي يا ايمن، فرقه تبقى ضعيفه جدا مم. بتلاعب فرقه قويه جدا وتكسبها، تمام. حلو. الشكر يا كابتن حلمي، ومشيت، حتى ما اتكلمتش. مم. بعديها 3 اسابيع او 4 اسابيع كنا بنلعب الزمالك، غالبا كسبنا الزمالك مم. او اتعادلنا مع الزمالك، انا مش فاكر. مم. فلقيته وانا داخل في اوضه اللبس، تعرف كابتن حلمي كده يعني عنده كده فخامه كده، فبيقول لي اه. يا ايمن احنا كسبنا الزمالك. كان الزمالك ساعتها اول الدوري، اه. مم. فبصيت له كده قلت له كابتن حلمي الاسبوعين اللي فاتوا قلت لي قسم عادي المقص. جدا ان فرقه ضعيفه جدا تلاعب فرقه قويه جدا وتكسب. اه. فالمفروض ان الزمالك قوي جدا واحنا اضعف وكسبنا، فده عادي. هو ليه في المكسب بقيت جامد وفي الخساره بتقول لي بيحصل في الكوره؟ اه. لا بيحصل في الكوره تحت ويحصل في الكوره فوق. قال لا لك انت ايه؟ جامد فوق وضعيف تحت. لا انا ما استنيتش الاجابه، انا سبته ومشيت خلاص، انا خلصت سبت الموضوع. ومشيت. ايوه طب يعني انا قلت كلمتين وخلاص، ما انا هقول ايه يعني؟ خلاص انا بشرح القصه، اه. مش سبته ومشيت يعني، مش فهمت سبته قصدك. ومشيت وصل. اهانه. يعني قلت كلمتين وخلاص. مم. وبعد ما اختلفنا يعني، او يعني تمت اقالته يعني من النادي، طلع وقال لك لا ده زملكاوي. لان جيب بعديها كنا لعبنا الاهلي، اه. حاجه غريبه جدا. كنا كسبانين الاهلي 1-0، مصطفى شلبي كان جاب جون، اه. وبعدين في الدقيقه 94 علي معلول جاب جاب الجون. تعادل، والدقيقه 97 علي معلول جاب الجول الفوز. ايوه. فتاني يوم انا رحت للولاد في الملعب وقلت لهم مصرف لكم مكافاه تعادل. اه. فلقيته جاي بيقول لي ده مش في الكوره. قلت له انا مش بتاع كوره، ده اداره. شايف ان اللعبه لعبت كويس. ما انت ما بتكافئش على النتيجه يا حامد، صح. على الاداء. انت بتكافئ على الاجراء السليم والاداء. مم. والعيال كانت مموته نفسها فنوع من انواع، قال لي لا ما بيحصلش في الكوره. قلت له شو في الكوره بتاعتكم؟ الكوره بتاعتكم مش دعوه بيها، انا دعوه بمنظومتي وادارتي. فجاء الموضوع ده والموضوع ده، وقال لك ايمن الشريعي، مع ان الاثنين يرموا يعني انا يعني مش فاهم يعني ايه. يعني انبسطت الاهلي كسب ولا انا مش فاهم؟ انت فاهم قصدي؟ يعني ما لا لو اهلاوي ايمن ولا الشريعي بيشجع مين خالص. اصلا؟ انا ما بشجعش حد ده خالص، خالص مشجعش. والله خالص. خالص انا بشجع امبي بيانات، بيانات. شوف ارقامها بس. وبعد ما اخلص فترتي هتلاقيني موضوع عادي. انا متعود على كده على فكره، يعني طول عمري في شغلي كده. انا كنت مم. متحدث رسمي لوزاره النقل وماسك وزاره النقل، عارف ال 9715 كيلو مم. للسكك حديد مصر ماشيين ازاي. الاعلام القدير كابتن احمد شوبير طلع في الراديو وهاجم ايمن الشريعي على تصريح اللي هو كان عنوان سوشيال ميديا، كنت في احد البرامج، اللي هو الاهلي زبون سقع، وهاجمك. وتاني يوم في البرنامج بتاعه طلع اعتذار ليك. شايف ازاي حد بحجم كابتن احمد شوبير يقول خبر يعتبر مضروب او ما يسمعش الفيديو، وفي نفس الوقت يعتذر لك، وانت كرئيس نادي مش لزمالك او اسماعيلي او مصر، هو نادي جماهيري؟ شفت دي ازاي؟ شايفه احترافيه احترافيه. طبعا.
مم. الراجل نقل خبر جاله بطريقة غلط، وهو يعني بطريقة ما شافش الدنيا، يعني ما تابعش الموضوع مظبوط. تمام. والراجل بكل قوة وبكل صراحة وستريت فورورد مم. اعتذر واضح. كنت زعلان منه في الأول جدا جدا جدا. جدا، زعلان من كذا. يعني طبعا كابتن احمد شوبير كنت زعلان منه جدا، لان كابتن احمد شوبير يعني في ناس بتتكلم انا ما بعيرهاش اهتمام، اه يعني عادي، تاريخهم وحاجاتهم يعني مش فارق بالنسبه لك. يعني ما بدلهمش قيمة. مم. كابتن احمد شوبير لا، كابتن احمد شوبير قيمة. اكيد طبعا. آه، اتفاجئت لما قال كده، مم. وفي الحقيقة انا كمان بعت له. بعت له؟ طبعا قلت له ايه؟ بعت له الفيديو. بعت له فيديو؟ طبعا رد كلمت عليك؟ الميديا عندي، بعت له الفيديو. لا ما ردش عليا خالص، ورد عليا عملي. رد عليك عملي؟ عملي هو في البرنامج في بتاعه؟ البرنامج راح نازل وقال لي يا جماعه، لان بصراحه يعني انا كنت بتكلم على الاهلي بحاجه يعني احترام جدا. لا مش محترمه، ده كمان ده محترمه باحترافيه، ودي قيمه الاهلي. صح. ان انا اقول ده كلاينت، ده توب في اي بي كلاينت. مم. الكلاينت ده يعني شريك استراتيجي معايا. مم. تتقلب لكلمة زبون، لا لغوياتي ولا ثقافتي ولا احترافيتي. حلو. فبصراحة يعني كابتن أحمد شوبير بعت له الحاجات والراجل يعني بكل قوة وبوضوح وبدون مواربة مم. قال لي يا جماعة حصل كذا 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 كذا، وبعتذر حقيقة. لأيمن الشريعة. كلمك بعدها؟ وكلمني بعدها، وده من احترافيته الزيادة دي حقيقة. قال بأمانة. لك ايه؟ كلمني قال لي أنا بأكد اعتذاري، وأنا قلت له يا كابتن أحمد، وبالمناسبة يعني مجرد ما عمل كده مم. الموضوع خلص، اكيد طبعا. وبعتز بيه جدا. مم. يعني الفكرة دي يعني في أكتر من شخصية اتكلموا على الموضوع ده. اه. وبالمناسبة اعتذروا، بس ما كانش اعتذار زي الاعتذار بتاع كابتن أحمد. رجعوا تاني برضو يعني يعلوا على الكلام. لا بيعلقوا على الكلام. بص يا حامد، في حياتك ما تزعلش من واحد مش فاهم. صح. عايز اقول لك على حاجه، في المدرسه زمان مم. كان التلميذ الفاشل مم. بيقف لمدرس الكيمستري ولا الفيزيكس، بيقول لك ده مش فاهم. مم. الفاشل بيعمل كده، الفاشل يخش على المحترف ويضربه بالطوب. صح. فانت تنبسط، مم. تزعل من حاجه واحده بس، ازعل لما حد يبقى بيفهم ومحترف يقول عليا كلمه سلبيه. مم. حامد وجدي مم. على فكره، انت لو انتقدتني في مره هرفع سماعه التليفون عليك واتكلم معاك واقول لك واشرح لك. الشطاره كده، الشطاره مم. قبل الاحترام. لما اكيد. تلاقي حد شاطر بيتكلم، لا شوف يا عم ممكن يكون هو. دي وجهة نظر. وعلى فكره واشرح لك وجهه نظري مم. ودي ونتناقش شجاعة فيها. منك. طبعا مم. انا ياما ناس هاجمتني، مم. ده انا هجموني هجوم يعني لغايه يعني عايز اقول لك مثلا ايه. ايه يعني اكتر هجوم مضايقك؟ لا بص انا يعني بصراحه يعني انا مش بتضايق من الهجوم الشخصي ده، اه. لان الكوره فيها كده. كرة فيها كده. الكوره دايما الكوره مادام عملت حاجه ضد رغبه اللي قدامك، مم. خصوصا لما يبقى نادي مثلا جماهيري. جماهيري، مم. يا دنيا بتولع وبتعمل. بس خلي بالك طول عمري اجراءاتي، انا راجل بتاع اجراءات، مم. فاجراءاتي تبقى سليمه. فبنسيبهم بقى يعني يتكلموا كده، زي ما اتكلمنا في قصه 2003 و... وحسام عرفات. يعني في كذا حاجه هنيجي على اتعمل، حسام في عرفات. حاجات اتعملت على 2003 اللي هاجموني والاهلي على فكره، حتى اللي في الاهلي. اه. يعني انا فاكر يعني قعدت اتكلمت مع حبايبي يعني في
وليد سليمان ومحمد شوقي ناس جميله، ناس فضل ماسكين 2003 تقول ولاد مزور، اه. وهفضل اقول ولاد مزور، ماليش دعوه بالبطوله، خد البطوله. مش بتتكلم في البطوله، انت بتتكلم في الولد المبدأ. مزور. مم. وكلام ايمن الشريعي صح. مش الحقيقه مش انت جبت مش عايز، البطاقه لا لا وجبت خلاص. القيد العائلي وجبت كل يعني حاجه. مش عايز بقى، اه. يعني مش عايز يطلع اعلامي كده، ما لا والكلام ده مفيش، عيب بقى، مم. مفيش كلام ده. خد البطوله مش فارق معايا. مش فارق معاك. اه بس كلامي صح، مم. منظومتك غلط براحتك، انا مم. مش فيها. لو ايمن الشريعي كان عنده محمد الشيبي لاعب في نادي انبي، اه. وحصل له نفس اللي حصل من حسين الشحات، امم كنت هتعمل ايه؟ لا يعني كانت الدنيا مش هتبقى كده خالص. يعني بمعنى، لا يعني الامور ما كانتش هتمشي كده. كنت هتعمل ايه؟ لا اعمل ايه، انت عارف انا صاحب افكار يعني. اه. امتلك من الافكار الكثير. قول لنا منهم لا كده. يعني مش عايزين، عشان مش عايزين، بص خلينا نتكلم في حاجه احلى. اه. ان تصرف حسين الشحات كان غير مقبول، اكيد طبعا. اتفقنا. اه. وقرار عامر حسين مم. كان غير عادل غير عادل. وغير منطقي. مم. الاتنين مم. غير عادل وغير منطقي. حلو. الحاجه الوحيده اللي كانت منطقيه، مش هتصدق، مم. قرار النادي الاهلي. قرار النادي الاهلي. طبعا قرار النادي الاهلي احرج لجنه المسابقات. مم. لما النادي الاهلي اللي هو يملك الولد اللي المفروض يخش الاتحاد، مم. ويقول لهم معلش احنا عايزين نخف، يعمل غرامه 500 الف في جنيه جنيه. مم. ويجي القرار آه، ايقاف 4 ايقاف، لا ماتشين. مم. ده مشكله كبيره. وبالمناسبه واحنا بنحاسب عليها لغايه النهارده. تحاسب على النهارده. طبعا. بص، شفت اللي حصل في ماتش بيراميدز والاهلي؟ اه طبعا، مصر كلها شافت. شفته؟ اه. اللي هو حصل من اسبوعين. مم. عارف مين المسؤول عنه؟ مين المسؤول عنه؟ عامر حسين. عامر حسين. وش طبعا. عشان العقوبه ما كانتش بنفس ما هو المقياس. ما هو يا حامد، مم. هو ما هو ده بني ادم. مم. التصرف الشيبي مع حسين الشحات ما بنخشش في النوايا. اه. انما اللي احنا شفناه في العين، لا انت داخل تعوره، غير مقبول. غير مقبول. طبعا غير، مش هنغير ارائنا، مم. غير مقبول. انما برضه هو السؤال الاهم، ما تجيش تقول لي هو لجأ للقضاء، زي برضه يعني برضه هو الاعلاميين اللي بيتكلموا يقول لك ايه، لجأ للقضاء وخد حقه بالقضاء. مم. لا إيه، بقول لك يا حامد، مم. عشان احنا برضه في يعني مش يعني بودكاست كده، مم. انت عارف الفرق بين الحق والعدل؟ مم. عارفه؟ اه طبعا. ايه؟ لا يعني عارفه، مش هنتكلم في حق والعدل، يعني كل حاجه واضحه قدامك لا ظاهره. انا هقول لك بس، مم. الحق صفه ربانيه، مم. والعدل. العدل يجي بورق. يعني شفت الايباد بتاعك ده؟ تمام. انا هسرقه منك دلوقتي، حلو. هتروح ترفع علي قضيه، مم. هيحبسوني، مم. صح؟ صح. ده العدل. مم. سرقته واتحبست. تمام. الحق ان الايباد يرجع لك. صح. موضوع فرق كبير، مم. فرق كبير. ف... فالموضوع بتاع الشيبي، لا اي تطور حصل نتيجه اجراءات حصلت غلط. انت كنت شايف كان ممكن العقوبه 8 ماتشات، 8 ماتشات؟ 8 ماتشات، 8. 3 اشهر ايقاف. مم. بص حاجه رهيبه. يعني لا، حاجه اول مره كانت تحصل، حاجه عقوبه كبيره. لان بص الحاجه، الخطا الاستثنائي مم. يلزمه اجراء استثنائي. استثنائي صح. وبعدين بقى نشوف نعمل ايه، يعني مم. ممكن ايه، خلي بالك بس اه. ان القرار لما هيطلع كده مم. هيهدي الكل. مم. وبمناسبه، عارف القرار اللي طلع كده، الشيبي وحسين الشحات كانوا هيتصالحوا، صح. ده حقيقة. والثلاث 8 ماتشات هينزلوا 4، مم. وممكن الشيبي يجري عشان يصالح ويتصالح. انما لما لقى الدنيا كده خلاص، هو ايقاف الشيبي 3 ماتشات، رضى الاهلي او حسين الشحات. ايقاف الشيبي 3 ماتشات لما دخل دخلت ايده كده، مم. اعترضوا، طبعا. صح.
مم. علشان نخلص من الليله دي كلها كان المفروض تبقى قراراتنا مم. تاني برضو بقى دايما بحب اقول الكلمه دي زي الموت، اه. ما بتفرقش. ممكن اسالك سؤال؟ اسالني سؤال. انت بقى، انا اقلب الناحيه التانيه. لو الشيبي كان ضرب حسين الشحات بالقلم، الدنيا اكيد كانت هتقوم مش طبعا. يعني ايه؟ يعني كان هيبقى في عقوبات كبيره، وكان ليه؟ هيبقى في، ايوه عشان ده ليه؟ لعيب في الاهلي وده لعيب في بيراميدز. لا، انا رافض المبدا ده، وعلى فكره مم. واعتقد ان الاهلي يرفض المبدا ده. بس انت مش شايف ان ده اللي بيحصل؟ خلي سواء بالك. كان لعيب اهلي او زمالك، لا ثانيه عشان واحده بس بس. الناس ما تفسرهاش حاجه معلش، لا مختلفه. ثانيه واحده بس. انت بتتكلم الاداره ولا المنظومه؟ لا، انا بتكلم في المنظومه. المنظومه دي تخصهم، اه، الاداره ملهاش تخصهم دعوه. اداره الاهلي، يعني. اداره الاهلي منضبطين واضحين، يقول لك العقوبه على الكل. تمام. بدليل ان الزمالك جوميز زق الحكم، اه مفيش عقوبه، مفيش اي حاجه، مفيش حاجه ايوه، طب ما حصلت. هو المنظومه. عشان ده الزمالك. لا لا، مش ده الزمالك. مم. لا لا، عشان ايه؟ عشان اداره المسابقات ماشيه غلط. طيب. مش ده الزمالك. مم. هي اداره المسابقات موجوده علشان بتطبق العقوبه. مم. بتطبق العقوبه زي القاضي. حلو. هو القاضي لما بيجي يطبق عقوبه بيفرق انت شغال ايه، لا طبعا. موقعك ايه، موقفك ايه، هو كده. مم. فده احنا هنتحاسب عليه على فكره. اكيد. فانا بقول لك عشان كده هي دي المشكله الحقيقيه. عشان كده بقول لك الحاج عامر خارج التقييم. وصلت. ما سالتنيش هعمل ايه في الاتحاد. انا لسه هسالك. تمام. السنه الجايه مم. لقينا عامر حسين متواجد في اتحاد الكره، لا متواجد، يعني ايه متواجد؟ لا اسمها عضو مجلس موجود، اداره. موجود في قايمه. هو عضو مجلس لا، اداره. ما هو بيبقى موجود في قايمه. قايمه. تمام. هتعمل ايه؟ تصريح من ايمن الشاعر رئيس نادي إنبي. ايه بقى؟ اي قايمه هيتواجد فيها الحاج عامر حسين اكس. لو فيها اللي هينقل الكره المصريه لكره اوروبا اكس. حتى لو فيها الاسماء اللي انت نفسك تكون موجوده؟ لا، الاسماء اللي انا فيها لن يقبلوا. لن يقبل. طبعا على فكره، لو حصل، لو قبلوا يبقى مش متصالحين مع نفسهم، وده يبقى تمثيل. ده بقى يبقى يعني ايه ده؟ بص بقى، ده احنا كده هنروح لمرحله الوحش. يعني عارف زي بالظبط ايه؟ هقول لك انا. زي مثلا ايه لما انا امسك رابطه مثلا اه. وتلاقي الحاج عامر حسين مشرف على اداره المسابقات، حلو. لازم ما تكلمنيش تاني. انا بتكلم بجد، لازم ما تكلمنيش تاني. اه. مش هزار يعني. يبقى الامور لازم تبقى كده. مم. ازاي واحد شايف ان الاداره غلط والمعايير غلط، ولما جيت تمسك دخلت نفس المعايير؟ مم. ده اسمه ايه ده؟ يبقى انت داخل عشان كرسي، صح. مش داخل عشان تطور. تمام. يبقى خلاص بسط. فمش هروح انتخب، او يعني مش هروح ارشح قايمه. القايمه دي. تمام. بالنسبه لعقد زياد كمال مع الزمالك، اه واللي عامل صداع في الوسط الرياضي، هل محمد حمدي الظهير الايسر للنادي لو هتبيعه نفس العقد ده، ولا هتطلب فيه كام؟ لا، يعني محمد حمدي ما حدش طلبه برضه، بس طبعا نفسي يعني لو حاجه طالعه كده هتبقى اعاره بنفس الشروط كده. نفس الشروط. اللي هي يعني الشروط افضل ايه بقى؟ كده. عشان الناس كل شويه بتقعد. ولا الشروط ان هو القصه كلها، بس الحاجه الجديده في الموضوع بتاع زياد كمال ده اه. اللي هو الاوبشن تو سيل، حلو. اللي هو انا من حقي ان انا ابيع اللاعب في اي وقت هو موجود هناك. طب دلوقتي الزمالك يقدر يرجع لك زياد كمال ولا لا؟ لا، لازم بموافقه الطرفين. هي اعاره لازم بموافقه الطرفين. يعني ما ينفعش يقطع الاعاره. لا ممكن، بس هنتفق. ايوه، يعني دلوقتي الزمالك جالك بكره الصبح احنا مش عايزين زياد كمال. لا مش هينفع ارجعه دلوقتي. طب تعالى نقعد نتكلم، طب نشوف نعمل ايه. يعني وارد ده يحصل. وارد يحصل، بس وارد يقولوا كده، بس انت هتاخد فلوس يعني، ولا ايه اللي لا هيحصل؟ وارد يقولوا كده، وارد انا اقول لا. طب انت لو قلت لا؟ ولا حاجه، ما هو فلوسي معايا وحاجتي معايا، يعني ما فيش، يعني ده معاملات يعني، اتفاقات يعني موجوده. يعني ما انا لو قلت لا يعني زي كمال هيبقى موجود هناك، اه. يعني هاخد فلوسي. تاخد فلوسك كامله. هو مش موجود هناك، اه. هو هاخد لا، هو فلوسي. دلوقتي الزمالك عايز يرجعه لك انت. ما هو الزمالك عشان يرجحوا لي اه. اي اعاره يا حامد عشان ترجع امم. لازم موافقه اللي بيعير. حلو. يعني لازم انا انت اوافق انه هتوافق. يرجع لي. تمام. يعني انا النهارده الداخليه انا عامل لها اعاره لرمضان السيد ده، امم. رمضان مصطفى انا مم. اسف، اللي هو الجول كيبر، وديله اعاره سنتين. حلو. عايزين يرجعوه، امم. عدى سنه واحده، امم. لازم انا اوافق. لازم توافق.
بقول لك ايه، كريم الطيب انا كنت واخده اعاره السنه اللي فاتت من بيراميدز. اه. جيت في يناير قلت لهم عايز ارجعه، قالوا لي مش موافقين. مش موافقين. هي الشوط الاعاره كده لا هي الاعاره تمام. كده. طب بعد السنتين ونص اه. تتفق انت تاني على مبلغ يرضيك ولا ايه لا بالظبط؟ على فكره زياد كمال مش هيوصل للمرحله دي. لا، خليك بس معايا عشان نبقى العقد واضح. اه. دلوقتي السنتين ونص خلصوا بتوع اه الزمالك بتوع الاعاره. خلاص رجع فالزمالك لي. عايز، لا فالزمالك عايز زياد، هتتفق لا على مبلغ لا من اول لازم وجديد؟ يرجع لي. طب في خلال السنه ونص الموسم ده؟ بعد موسم ونص بيرجع لي. لا دلوقتي اه. زي كمان في الصيف الزمالك كلمك احنا عايزين ناخده بيع نهائي، اه طبعا نقعد نتكلم. هتقعد بقى تتكلم من اول وجديد؟ اه طبعا. من اول وجديد. ما اقول له جديد، اه طبعا من اقول له جديد ايه، ما هو خدوا 6 شهور. اه. امال هيعمل ايه، ما هو مفيش اوبشن تو باي. هنقعد نتكلم تمام. ب 15 ب 20 ب 30 ب 100 ب 40 ايا كان على حسب الاحتياج الزمالك فيه واحتياج زياد كمال مثلا. فاهمك بكره فاهمك بكره فاهم. بكره مم. بكره المنتخب الاولمبي هيلعب. اه. ما ممكن بكره المنتخب الاولمبي يلعب زياد كمال ده ينزل يكسب المنتخب الاولمبي، فخلاص يبقى كويس. هيبقى رائع. مم. وممكن زياد كمال يخش بكره يخسر المنتخب الاولمبي، يبقى ما زياد فيش وحش. صح. ليه بقى؟ عشان مفيش معايير. مش معايير. اه. طيب بالنسبه للمشكله اللي حصلت في المقصوره خلال المشكله مباراه، مشاكل كتير قوي عندي. لا خلال مباراه كان المشكله تحديدا معاك واستاذ الضماطي عضو اه مجلس محمد اداره نادي، الضماطي راجل محترم. عضو مجلس اداره نادي الاهلي، اه. ايه اللي حصل؟ لا ولا حاجه خالص. اتعادلنا اخر دقيقه، وكان الجميل الحبيب يعني مهندس خالد مرتجي كان جنبي، اه. هو راجل بيتكلم على طول فجاي يسلم عليا، يعني زق ايديه كده ضماطي. استاذ محمد الضماطي، امم. ومشي من غير ما يسلم عليا. زي حصل كده. ايديه مش عايزه اه. يسلم عليك. اه يلا يلا نمشي، حصل كده. طب وانت ايه. حسيتها ازاي؟ حسيتها يعني هو اتوتر. التعادل، ثقافة التعادل والخسارة في الأهلي بتبقى صعبة. مم. والجون التعادل يعني جه في وقت هما متعودين اللي يجيبوه. هما اللي يجيبوا الاهلي. دي حقيقة يعني. مم. توفيق ربنا حصل مع ام بي، حصل التعادل. مم. فممكن يكون يعني الراجل اتضايق. مم. يعني دي الحسبة اللي انا شفتها يعني. يعني مضايقه، يعني فكره ثقافه التعادل ما كانتش موجوده. صح ولا غلط؟ يعني المقصوره ليها انطباعات وليها حاجات وليها اوضاع، بس يعني في حاجات كده. يعني خلينا نتفق على حاجه برضه عشان نقول لنا واللي علينا يعني. اداره الاهلي دايما منضبطه. مم. حصل حتى لو حصل شيء خارج. يعني خارج السياق، مم. بتبقى حاجه رير قوي مم. بصراحة. يعني هم الناس بصراحة طريقة تعاملاتهم وطريقة إلقائهم للكلام، حتى مخارج يعني كلماتهم مم. بتبقى منتقاة جدا جدا. يعني أنا عايز أقول لك إن أنا الدكتور سعد شلبي ده المدير التنفيذي، أنا ما شفتش في حياتي طبعا حد محترم جدا. أخلاق كده. مم. حاجة أنا بسعد وأنا قاعد معاه. مش مهم اللي هيحصل إيه، خلي بالك برضه منتج الديل ممكن ما فيش ديل يتعمل، مم. انما طريقه التعامل طريقه في منتهى الاحترام. عرفت ان انت كنت موجود في نادي الاهلي الجزيره. كنت موجود في نادي اهلي الجزيره. اه. ده امتى ده؟ من فتره، اسبوع تقريبا. لا. طب اهلي التجمع. اه. ماشي. ايه ده بقى؟ طيب خلصت نسبة حمدي فتحي ولا لا؟ لا كنا بنتناقش فيها والله. تتناقش فيها. اه طب اه. خلصت آه. ولا لسه؟ يعني اعتقد انها يعني ماشيين في الاجراء. مفيش مشكلة يعني. لا يعني لا مفيش مشكله لغايه دلوقتي يعني، بس الاجراء ما تمش. لا ما تمش. اه. دايما بيقولوا ان ايمن الشريعي هو اللي مبوظ السوق في مصر. من وجهة نظرك شايف اللي مبوظ السوق في مصر نادي مين؟ نادي ايه؟ اه. لا بص رد انت بقى يا حسين يا محمود. محمود مش هيرد. لا مش مبوظ السوق في مصر. احنا دايما بنتكلم، قلت الكلام ده حتى والله كنت لسه حتى مع الدكتور سعد شلبي كنا بنتكلم في الموضوع ده. اه. اسعار ومش الاسعار فعلا يعني كانت قاعده لطيفه يعني. صفقه امام عاشور. معشور. اه طبعا. مم. طبعا هو محترف. اه
يعني بالورق محترف، حلو. انما هو الواقع لاعب مصري. يعني ايه؟ لاعب مصري، انت لاعب. تقصد ان الاهلي هو اللي بوظ السوق؟ لا ما هكمل لك بس. ان اللاعب المصري الرينج بتاع امام عاشور اه. شجع واحد زي انا محترف في البيع اه. والشراء وعايز يستثمر، امم. انه يفتح افاق البيع زي ما هو عايز. حلو. ليه بقى؟ لان عندي ريكورد. امم. يعني صلاح مثلا محسن ب 42 يعني مليون. عندي ريكورد صلاح محسن وامام عاشور. امم. دول ريكورد موجودين. امم. خلاص. في لعيبه، يعني بص، قبل صلاح محسن ما كانش في لعيب مصري ب 35 مليون جنيه. صح. صح. امم. ظهر لعيب مصري ب 35 مليون جنيه بس بعد صلاح محسن. امم. حصل كده. حصل. ابتدى يسمع بقى 35 30 خلاص الارقام 40. بقت عاديه. رقم بعد دي. وبعد امام عاشور هتلاقي كده امم. عادي جدا ممكن يظهر لك في وقت من الاوقات فيرود ب 100 مليون جنيه من مصر. من مصر. ايوه طبعا. ما هو وارد، ما هو خلي بالك برضو. بس ما ما هو قلتليش على السؤال، جاوبتليش على السؤال. مين اللي اه بوظ السوق في مصر؟ لا بص، عايز اقول لك على حاجه. عايز اقول لك ان الفكره بتاعت المضاربه اه. اول ناس ابتكروها امبي. انبي. اه امم. امبي كانت آه، مستقطبه للعيبه امم. من زمان. امم. انا بكلمك 2003 2004 2005، دي حقيقه يعني، ده تاريخ بيقول كده. تاريخ بيقول كده. التاريخ بيقول كده. فالفكره نفسها ده في لعيبه كانت بتسيب انديه كبيره عشان امبي امم. ومحترفين يعني قصص. طبعا الموضوع طبعا اختفى دلوقتي. انما انا عايز بس اوصل لك معلومه اهم من كده. هو مفيش حاجه اسمها بوظ السوق. اسمها ايه؟ لا، هو المنافسه لازم بتعلى. حلو. بس بقى المنافسه وهي بتعلى لازم تشوف المعطيات اللي انت هتاخدها قصاد المنافسه دي ايه. امم. هي دي المشكله، ان المعطيات اللي انت تاخدها قصاد المنافسه دي زيرو. زيرو. طبعا زيرو. بص، هو احنا بننافس على الدوري اه. وعلى بطوله الدوري. ما هو في بطوله دوري وفي دوري. خلي بالك الفرق كبير. ايه؟ ازاي؟ لا، المنافسه على بطوله الدوري اه. هم ناديين في مصر او ثلاثه ينافسوا على بطوله الدوري. ماشي. انما المنافسه في الدوري ال 18 فرقه بتنافس في الدوري. لا يقعد. اللي عايز خمسه، اللي عايز خامس، اللي عايز سادس، عايز اللي عايز يقعد. اللي عايز يقعد. دي المنافسه. حلو. خلاص. المنافسه دي كلها عشان تتعمل ايه؟ مم. احنا انشانا حاجه اسمها رابطه الانديه. حلو. صح. مم. رابطه الانديه المفروض من خلال المنافسه دي تعلي البراندنج بتاعها بالقيمه. مم. ده قيمه. حصل؟ لا ما حصلش طبعا. ما حصلش. ده ما حصل. انا عايز افهمك على حاجه. انا اسف عشان بقول لك 75% و70%. لائحه الحاج عامر اه. بتقول في الماده 72 مم. يلتزم كل نادي اه. بوضع شعار الرابطه على كتفه اليمين. دي حقيقة. وانت تمام. عملت كده لا، انا في النادي النادي. الوحيد اللي عملته. اه دي حقيقة. خلاص. مم. هو بس المشكله مش في كده. مم. المشكله انه كاتب ان غرامه هتحصل على النوادي. اه. هو بس انا مش عارف هو مين اللي قال للحاج عامر مم. ان الكتف اليمين ده هيبقى فاضي في كل النوادي. مين اللي قال له؟ مم. الشاهد اللي في الموضوع ان رابطه الانديه ليها قيمه مم. سي 500 مليون جنيه حلو. اللي هم التي في رايتس. مم. ما دي فلوس تاخدها عشان توزعها. توزع. رابطه الانديه دي المفروض كل سنه مم. يتعمل لها اد فاليو، مم. يعني تزيد قيمتها، توصل مثلا السنه اللي بعديها 700 مليون جنيه، مم. مليار جنيه، زي روابط الانديه على مستوى العالم. ما هو ده براند بيتعمل بيتوزع. مم. اللوجو ده بيبقى تي شيرت براند. اكيد. ما عرفناش نعمله مم. لان مفيش منافسه. مفيش. مفيش منافسة. لا طبعا. المنافسه منين؟ تدي كام من 10 لرابطة الأندية؟ طيب بص، علشان يعني ايه، علشان في ازمه طاحنه دلوقتي والدنيا مش مظبطه يعني قوي. اه. بس العزيز احمد دياب، علشان بس يعني نقول لينا واللي علينا، هو كان ده الفرق. مم. كان بيسعى جاهدا انه يحل اي مشكله. كان بيسعى انه يحل اي مشكلة. ده الفرق بقى. مم. يعني بص، ده الفرق اللي بقول لك عليه. مم.
حتى لما نيجي ممكن نكلمه في التليفون ساعات، تبقى المشكله كبيره كده زي الكونفدراليه ومش عارف، يبقى مش عارف يعمل ايه، بس في الاخر بامانه شديده مم. يعني بيسعى بكل جهد، انما المكون اللي معاه مش مظبوط. المكون اللي معاه مش مظبوط. طبعا مم. طبعا. احمد دياب مع يعني شايف ان مفيش ادوات اصلا، يعني يعني لا يملك من الادوات شيء. ادارات، ويعني المفروض ان الرابطه دي حاجه يعني بتدير منظومه كبيره. الرابطه دي ممكن يبقى ليها دور في تسويق اللاعبين، مم. تسويق. تسويق اللاعبين. طبعا طبعا، ما هي قيمه الرابطه من قيمه الدوري، مم. فالدوري ده قيمته من اللعيبه. حلو. فنبتدي نحرك، لا طبعا يعني فيها جوانب كتيره جدا ممكن تتعمل، ويبقى ليها جهد. مم. بس يعني محتاج انه يختار، او كان يختار كوادر تنتشر اكتر من كده. تنتشر. طبعا طبعا تنتشر اكتر من كده، تنتشر في الملاعب واختيارات الملاعب، يعني كان ليها ادوار كتير جدا. المهم في الاخر مادام البراند بتاع رابطه الانديه ده ما طلعش ولا اتعمل له اد فاليو، يبقى هناك مشكله. هناك مشكله. طبعا بس هي تقييمه كام من هي 10؟ رابطه الانديه. بص يعني مش عايزه، يعني ساعة لما اتكلمت على القصة بتاعت أحمد احمد رفعت، رفعت الله يرحمه. فيعني مش عايزة أخش في تقييم، إنما اللي أنا أقدر أقوله لك إن أحمد دياب آه، عمل جهد آه، مش طبيعي إنه ينجح الفكرة أو المنظومة. مم. إنما الجهد لوحده طبعا ما يكفيش، لازم يبقى فيه شوية حاجات، ومن ضمن الحاجات اللي عملت أزمات إدارة المسابقات، إدارة لان هي اللي المسابقات. مسؤوله عن المسابقه. ما هي دي المشكله يا حمد، مم. مشكله ال... الاتحاد ملوش دعوه. اه. فانا شايف ان كانت من الاخطاء الجسيمه ان كان الحاج عامر راح الناحيه التانيه. ما ينفعش يبقى في حاسب مكانين. حاسب يعني يعني حصل كونفليكت اوف انترست مش طبيعي، مم. مش طبيعي، اترفض من كل الجوانب اللي شغاله في المنظومه. وصلنا لنهاية الحلقة اللي يعني استمتعت بيها، ويعني حبيبي. عدت بسرعة عشان كلامك طبعا كالعادة زي ما قلت في بداية الحلقة، ان دايما شخصيتك هي الصراحة، هو ده اللي اه عامل يعني مش أزمة الموضوع مع مش محتاج، الناس. لا ولا ازمه مع الناس ولا حاجه، الناس ما فيش اطيب منها، الموضوع ابسط من كده بكتير. انبسطت جدا بوجودك معانا هنا، اتشرفت بيك يا حبيبي، وشرفتنا والله اتشرفت يا ونورتنا حمد. طبعا كالعادة. ربنا يخليك، ربنا يخليك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، انتظرونا في حلقة تانية من كلام جامد مع حامد.